اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. كان يا مكان في يوم مليء بالمغامرات، كان سامي وليلى يلعبان في الحديقة بعد المطر. السماء كانت مليئة بالسحاب، وكان هناك مطر خفيف ينزل كأن الأمطار تطلق الصلوات على الأرض. سامي بجانب ليلى وهم ينظرون إلى السماء. يقول سامي بحماس: يا ليلى شوفي، الدنيا بتمطر من شوية وظهر قوس قزح فوقنا. ليلى بابتسامة عريضة تعلق: عارف ليه ظهر قوس قزح يا سامي؟ سامي يهز رأسه بلا دراية ويقول: مش عارف. قولي يا ليلى، لماذا؟ تبدأ ليلى بشرح السبب بلهجة مرحة: الشمس لما تطلع والجزء اللي بتكون فيه الدنيا لسه مبتل، بتعمل حاجة سحرية تلقب بقوس قزح. الشمس والقطرات المائية من المطر تلعب مع بعض، يفتتوا الضوء لألوانه السبعة الجميلة. سامي يبدي انبهاره ويقول: يعني الشمس والمطر أصحاب؟ ويا سلام على الألوان، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. تظهر في المشهد لقطات مقربة لكل لون مع إشارة توضيحية صغيرة تقول الأحمر يسبق باقي الألوان، وهكذا لكل لون. يغني سامي وليلى أغنية صغيرة مع لقطات للقوس القزح وهم يغنون: ألوانه حلوة زاهية والمطر مع الشمس فرحتنا دايما. السماء تكون زرقاء صافية بنهاية القصة، ويظهر سامي وليلى يودعان بعضهما. يقول سامي: شكرا يا ليلى، النهاردة تعلمت حاجة جديدة، نلعب بكرة كمان؟ ليلى ترد بخفة: أكيد، مستنية اللحظة دي علشان نكتشف حاجات أكثر معنا. وفي النهاية تختتم القصة بموسيقى خلفية مرحة تدخل المشاهدين في أجواء التعلم والضحك والمرح في عالم الأطفال الجميل.